السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل السميت التركي، وصفة ولا أسهل، حلوة قوي ومسمسمة زي ما احنا شايفين. تعالوا ازاي نشوف الطريقة، وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي تعالوا معايا على الوصفة. احتاجت في وصفتي النهاردة ل4 كوبايات من الدقيق، مجات الشاي العادية، وكمان معلقتين ممسوحين من الخميرة الفورية، وضفت عليهم 2 معلقة سكر، وكمان ربع معلقة ملح صغيرة، وكيس بقى من الحليب البودر أو لبن نيدو. تقدروا تستخدموا الكيس كامل أو معلقتين كبار. بعد ما قلبت المكونات هضيف عليهم كوباية من الحليب الدافي، وادي ربع كوباية من الزيت، هنحط نصها ونخلي النص التاني على جنب، وهضيف عليهم نص معلقة فانيليا. لو موجود الفانيليا العادية هنعمل رشة بس علشان تدي المخبوز ريحة حلوة. وبعد كده على العجان وهنشغله مدة دقيقتين. وزي ما احنا شايفين محتاج لسه المادة السايلة أو سوائل نفس الكوباية اللي عايرت بيها الحليب، هنملاها مية وهضيف نص الكمية على العجين. طبعا عارفين الموضوع ده على حسب امتصاص الدقيق للسوائل، فأنا احتاجت نص كوباية، والنص التاني حطيته على جنب لحد ما كل شوية أكشف كده الغطا وأشوف العجينة وصلت لإيه. حطيت النص التاني، يبقى أنا كده احتاجت في وصفتي النهاردة لكوباية من الحليب وكوباية من المية. زي ما قلتلكم مش بنزل بالسوائل مرة واحدة، لكن بنزل بيها متقطع على حسب ما العجينة تلم معايا. هو ده القوام المطلوب، يعني بتلزق حاجة بسيطة. وعشان ألم العجينة صح حطيت بقية الزيت اللي احنا كنا حاطينه على جنب، وابدأ أشغل مرة تاني الخلط. يعني تقريبا في العجان أخد من 6 ل7 دقايق، لكن لو هتعجني على ايدك من 10 ل12 دقيقة عجن علشان العجينة تاخد كفايتها كويس جدا ويبقى ليها عرق. هننضف بقى السكينة بتاعتي وهنبدأ ان احنا نلم العجينة. بصوا ازاي حلوة جدا. وبعد كده حطيت نص معلقة من الزيت في العجان علشان أبدأ إن أنا أحط العجينة مرة تانية. عايزة تنقليها في بولة تانية مفيش أي مشكلة، ولكن أنا هسيبها تخمر في المكان اللي اتعجنت فيه. وبعد كده حطيت العجينة وكمان عليهم نص معلقة زيت، ومسحت على الوش كده، وبعد كده غطيتها بغطا العجان اللي اتعجنت فيه. بالظبط ساعة إلا ربع وأقل كمان كانت اختمرت وتضاعف حجمها. أخدت البوكس التمام، وتعالوا نشغل العجينة على سطح العمل أو على الرخامة. هنلم العجينة كده كويس قوي وهنخرج منها الهواء واحدة واحدة، وبعد كده هنلفها على ايدينا علشان تكون كورة كاملة بالطريقة دي. بصوا ازاي العجينة عاملة زي القطنة وبتمط، عملت عرق حلو جدا. هنبدأ ان احنا نقسم العجينة، قسميها زي ما انتي عايزة على حسب السميت اللي انتي عايزاه. يعني السميت اللي احنا هنعمله هو وسط شوية، تقدروا تعملوا ميني سميت او اللي هو لارج، تقدروا تعملوا الاحجام اللي انتوا عايزينها. الكرة دي قد البرتقانية، تقدروا تصغروها. غالبا انا هصغرها شوية، يعني احنا قطعنا بصوا التقطيعة قد ايه، لكن ان شاء الله احنا هنخلي الحجم اصغر من كده شوية. وادي بقى 12 كرة من العجينة اللي احنا عملناها. الحجم ده حلو جدا، تقدروا ان انتوا زي ما قلتلكوا تكبروه، سواء little او small او large. تقدروا ان انتوا تستخدموا الكرات اللي انتوا عايزينها والمقاسات اللي انتوا عايزينها. هنا احتجت بقى لكوباية من السمسم ونص كوباية من العسل الأسمر، وكمان عليها كوباية صغيرة من المية. وهقلب المية مع العسل، ولكن حسيت ان الطبق صغير شوية فنقلتها في بولة تكون اعمق علشان لما احط عليها الكعكة تكون مظبوطة ومبهدلش الدنيا. وادي بقى الكرات بعد ما اختمرت بالظبط 10 دقايق، وده الاختمار التاني ليها. هبدأ ان انا ارولها كده على الرخامة او على السطح اللي انت شغالة عليه، وهو ده السمك المطلوب. هبدأ أقسمها على 2 وابدأ أضفر العجينة. تقدري تضفريها واحدة بعد واحدة على الرخامة كده، وبعد كده تاخدي الطرف اللي على الشمال والطرف اللي على اليمين وتدخليها جواه علشان ما تفكش، ونبدأ ان احنا نلف العجينة لجوه، وهيكون هو ده شكل السميد بتاعي.
وبعد كده حطيته في العسل والمية وعلى السمسم على طول. بالمناسبة السمسم ده نص تحميصة، بيبقى موجود عند العطار أو عند بيع مستلزمات الحلواني أو أي محل تقدروا تشتروا منه السمسم ده. وبعد كده حطيتها في صينية مدهونة بزيت وسبتها على جنب، وبكمل باقي الرولات علشان أعمل الكعكة بتاعتي. ودي طريقة تاني للرول أو لللف علشان أعمل الضفيرة دي. ونفس الكلام هبدأ أمد الأطراف وأقفلها جوه بعض كويس قوي علشان ما تفكش. وبيكون هو ده شكلها تاني على العسل والمية، وبعد كده على السمسم وأحطها في الصينية. ودي واحدة كمان، لأ ده لعب بقى مش عجين. بالضبط كده، حاجة كده بجد ولا أروع. أنا باحب اللعب في العجين جدًا، زي ما أنتم شايفين بجد حاجة ممتعة، بالعكس كمان بتخرّج الطاقة السلبية اللي موجودة. أو عايزة أقول لكم العجين ده جزء لا يتجزأ من الوصفات بتاعتي بسبب الطاقة السلبية بالمناسبة. بيدّيني طاقة إيجابية كويسة جدًا. وآدي بقى السميد بعد ما اختمر. بعد ما خلصت كل السميد اللي موجود دخلته على الفرن درجة حرارة 200 بالظبط، أخد تلت ساعة وكان هو ده شكله. تقدري تشغلي الشواية لو ما حسيتيش ان الوش اتحمص كفاية. بجد استوت صح كمان محمصة، غطيها بقى بفوطة وهو ده الشكل النهائي ليها. وصفتي النهاردة وصفة تركية 100%، ولكن مفيش مانع جنبها شوية قهوة فرنساوي عادي جدا. كمان كوباية مية ساقعة مشبرة، حاجة بجد وهم. ريحة السميد مع القهوة بصوا حكاية حوار. تقدروا تشربوها مع الشاي أو الشاي بلبن، أو أي مشروب بتحبوه. بس بجد وصفة مزاج. أتمنى إن انتوا تجربوا الوصفة دي وإزاي الوصفة بكل سهولة اتعملت. السمسم بتاعها معزز الوصفة، زي قطنية من جوه، كريسبي من بره شوية، وده بسبب العسل أو المية بالعسل. مش زي ما انتوا متخيلين انها تكون مسكرة قوي، لكن مظبوطة جدا. تقدروا كمان تاكلوها مع الجبنة مفيش مشكلة خالص. ازاي طرية وهشة كده حلوة قوي. وزي ما قلت لكم هي وصفة تركية الأصل، ولكن موجودة في الأفران المصرية. بس بتكون شوية مختلفة عن كده. حبيت أوريلكم الوصفة دي ازاي اتعملت بكل سهولة، نقدر ان احنا نفطر بيها أو نتعشى بيها. يعني حاجة كده موجودة في البيت. عامة الخبيز لوحده في البيت ده خير تاني. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي's كيتشن، وبالهنا والشفا. باي باي.